مساء الفل. لقيتنا عند لما وهي رايحه عند دكتور سلام، بس اتفاجئت لما ما لقيتوش لا هو ولا اي حاجه تخصه، لانه قفل عيادته ونقل لمكان تاني. وده ياخدنا عند لما وميكس والالفي وهم مقبوض عليهم. لما قالت لك انا شاكه ان الدكتور النفسي اللي كنت بتعالج عنده هو اللي لبسنا في حيطه، وده لانه اولا قفل عيادته من اسبوعين قبل ما نيجي هنا، وثانيا انا كنت بحكي له كل حاجه. فميكس قال لك احنا مش قدامنا غير حل واحد، اننا نعترف على كل حاجه، وفعلا اعترفوا على كل اللي عملوه. اما جلال فكان عنده راي تاني، قال لك انا عندي استعداد اخفي الفلاشه اللي عليها اعترافاتكم، بس في المقابل تساعدوني في قضيه خطيره. وكمل وقال لك احنا عايزينكم تساعدونا نقبض على خالد السحارتي. الشخص ده بيدير اكبر مجموعه شركات لغسيل الاموال، والمعلومات اللي عندنا بتقول انه حول ملايين الدولارات من فلوسه لسبائك ذهب، وانتم مهمتكم تعرفوا اماكن السبائك دي قبل ما تطلع بره البلد وتسلموها لنا. بس خد المفاجاه، صاحبنا جلال طلع نصاب، وهو ولا ظابط ولا نيله ولا اصلا ليه علاقه بالمباحث، وميكس والالف ولما قدروا يكشفوه. خلينا افهمك اكتر. ميكس قال لك لو كنت تعرف حوار المقبره كله فليه استنيت سبوبه اللوحه على بال ما تقبض علينا؟ طب ولو انتم مباحث مصريه ليه ما اخدتوناش على مصر علشان تحققوا معانا؟ كل ده يقول انك عايز مننا حاجه، والاغرب من كده انكم حبستونا احنا الثلاثه مع بعض، وده ضد اي بروتوكول تحقيق في اي جهه امنيه. ولسوء حظك اكتشفت ان في ميكروفون مستخبي تحت الكراسي، حركه قديمه ومفقوسه، فعرفت اننا لا مقبوض علينا ولا نيله، وانه بيتعمل علينا نمره، فسمعتك اللي انت عايز تسمعه. الالف بقى قال لك ان البنت اللي كانت بتراقبنا في المطار هي نفس البنت اللي كانت بتجيب لنا الاكل هنا. طيب احبكوها صح يا جلال بيه، ده انتوا المفروض كنتوا تعملوا حساب كنتوا بتلعبوا مع مين. وفجاه يسرا طبت عليهم وخلينا اعرفك عليها. قالت لك انا كنت مرات خالد واكتشفت انه بيخوني مع مذيعه في التلفزيون، واتخانقنا خناقه كبيره، لكن هو رجع وصالحني، وبعدين دخلنا شراكه معاه انا وجلال في مشروع تبع شركه روسيه، بس اكتشفنا ان مفيش شركه ولا بتنجان، وخالد نصب علينا واخد فلوسنا وطلقني وطرد جلال من الشركه، ودلوقتي انا عايز اعاقبه وارجع فلوسي. فمهمتكم انكم تجيبوا لي سبائك الذهب بتاعه خالد، وفي المقابل هتاخدوا نصيبكم 25%. الصحاب الثلاثه وافقوا واتفقوا على الديل، ويسرا حجزت لهم طياره علشان ينزلوا مصر، ومعاهم جيسي اللي هي الدراع اليمين بتاعها. اول ما وصلوا مصر الثلاثه قعدوا مع بعض وقالوا لك احنا هنحاول ندخل اكتر الاماكن اللي خالد مشدد عليها الحراسه، وساعتها خالد هينقل الذهب لمكان امان، واحنا هنراقب عمليه النقل لحد ما نوصل لمكان الذهب. وبعد ما نفذوا خطتهم ما لقيوش الذهب، ومراد اللي هو يبقى الدراع اليمين لخالد بلغوا بمحاوله السرقه اللي حصلت، ولان الاماكن اللي دخلوها ما اتسرقش منها حاجه، فخالد عرف ان جلال ويسرا ورا اللي حصل، وكان هدفهم الذهب مش حاجه ثانيه، فقال لك احنا لازم ننقله لمكان امان، وساب رساله لجلال ويسرا ان الحركه اللي عملوها دي حركه عبيطه مش من مستوى خالد. اما مراد فرح لخالد ومعاه صوره جيسي، قال لك ان احنا مسكنا واحد من اللي كانوا هيسرقوا الاماكن واعترف على البنت اللي كانت بتتابع معاه، وطلعت صاحبتنا جيسي، وقال لك انهم هيراقبوها وهيراقبوا اي حد هي بتتعامل معاه، وبسبب عملتهم دي فهم هيورطوا نفسهم مع اللي ما بيرحمش. ولو رحنا ليسرا فهنلاقيها كلمت لما وقالت لها انا عايزه اقابلك لوحدك. اسمع يا معلم طلبت منها ايه؟ قالت لك علشان تقدروا تعرفوا مكان الذهب فلازم حد منكم انتوا الثلاثه يكون قريب من خالد، وخالد نقطه ضعفه البنات الحلوه. فبصت للما كده اهو، واظن انت فهمتي قصدي، يشغلك عنده تصاحبيه تكلميه، المهم انك تبقي قريبه منه وملازماه. وفي نص كلامهم يسرا قالت لها انا اللي رحت للدكتور سلام مش جلال، وعرفت منه كل بلاويكي اللي كنت بتحكيها له، بس ما تقلقيش سرك كبير. فلما اخذت بعضها وراحت تحكي الميكس والالفي على الحوار ده، فميكس قال لك احنا هنكشف نفسنا لخالد بطريقه تخليه يفتكر ان هو اللي كشفنا، وساعتها هيحس انه بيلعب بينا لكن احنا اللي هنكون بنلعب بيه. والخطه هتمشي كالاتي: اولا ميكس راح بيت جلال على اساس يعرف منه معلومات اكتر عن خالد، وهناك قدر يحط له ميكروفون علشان يراقبوا بيه. ثانيا لما راحت الشركه عند يسرا وعملت معاه حوار وعملوا غيها في الشركه علشان يوصلوا الكلام لمختار. ثالثا ميكس راح لمراد ولعب في دماغه وقال له انا تبع مهدي بيه وجاي لك علشان عايزين نطلع فلوس بره البلد، والمره دي المبلغ كبير، وعلشان يزغلل عينيه اكتر ويخليه يوافق قال له انا هنا مش علشان اتعامل مع خالد، انا هنا علشان اتعامل مع مراد. بمعنى تاني ان النسبه اللي خالد بياخدها في كل عمليه انت اللي هتاخدها في العمليه دي، لكن مخفضه شويه وهتبقى 30%. فكر ورد عليا. رابعا الالفي راح لهلا واللي تبقى مذيعه التلفزيون اللي خالد خان يسرا معاها وحاليا تبقى مراته، وحور عليها شويه بانه منتج اعلانات وعايزها معاه في شغل، وبكده يبقوا الثلاثه لفوا على خالد وكل اللي قريبين منه بطريقه ذكيه جدا ما تخليهوش يشك ولو 1% ان دي خطه معموله عليه. وفي ثانيه الا ثانيه خالد قدر يوصل لرقم لما وكلمها وطلب منها تقابله، قال لها الحوار اللي حصل بينك وبين يسرا في الشركه انا ما اشتريتوش، ودلوقتي انا عايزه اشتري الحقيقه. فلما فضلت تحور عليه وقالت له انا هاكر، ويسرا طلبت مني اهاكر حساباتك بس هي ما استفادتش منهم حاجه، فطلبت مني اهاكر تليفون مدام هلا مراتك، واكتشفت ان مدام هلا بتكلم واحد اسمه مراد وبيوصل لها كل اخبارك. وكملت وقالت ان بعد كام يوم يسرا استغنت عن خدماتي وما ادتنيش فلوسي كامله، فانا شكيت فيها وهكرت تليفونها وعرفت ان هي كمان بتكلم مراد، وبكده يبقى صاحبتنا حبكتها صح، بس لبست مراد في ادخن حيطه وطلعته قدام خالد شخص خاين بعد ما كان دراعه اليمين. لكن خليني اقول لك ان ميكس واصحابه ما كانش هدفهم الوحيد هو شك خالد في مراد وبس، لا، انما الهدف الاساسي بتاعهم هو ان خالد هيبدا يتحرك بنفسه. افهمك اكتر. ميكس قال لك ان خالد لا بيخرج من الفندق بتاعه ولا بيفتح نت ولا بيقابل حد، واللي بيقوم بكل ده هو مراد دراعه اليمين، فمعنى انه يشك في مراد وانه طلع خاين فده هيخليه يبدا يعمل كل حاجه بنفسه. ساعتها احنا هنقدر نراقبه من خلال تحركاته، هنقدر نوصل لمكان الذهب، وعلشان
نخليه يتاكد من خيانه مراد فلازم نعمل شويه خطوات. يعني الالفي لما هيروح لهاله ويحور عليها شويه انه منتج وعايزها معاه في اعلانه الجديد، هيرجع يقول لها انه لا منتج ولا حاجه، واللي بعته علشان يقول كده هو مراد. وبالتبعيه فهي هتروح وتحكي لخالد كل حاجه. ساعتها خالد هيبعت حد من رجالته يراقب الواد اللي راح لهاله، الا وهو الالفي اللي سبق وشافه مع جيسي اللي هي تبع يسرا. فهيبقى معانا جيسي اللي تبع يسرا مع الالفي اللي تبع مراد، وده هياكد له كلام لما، وهو ان مراد فعلا بيكلم يسرا. ومراد علشان مخلص لخالد فهيروح ويحكي له على العرض بتاع تهريب الفلوس اللي انا عرضته عليه بصفتي واحد من طرف مهدي بيه. في نفس الوقت احنا هنكون بعتنا مهدي لخالد وهيقول له ان مراد هو اللي عرض عليه انهم يهربوا فلوس بره البلد بنسبه اقل. وساعتها خالد هيصدق كلام مهدي بعد ما كل حاجه حصلت اكدت له ان مراد خاين. فخالد راح لمراد المكتب بتاعه وواجهه بكل حاجه عارفها عنه. صاحبنا حاول يشرح له الموضوع وانه مالوش يد في الحوارات دي كلها، بس خالد قال له تخفى من قدامي ومش عايز المح طيفك تاني والا هزعلك مني. عايز اقول لك بقى ان خالد عمل اللي في دماغه وزعله بجد وقتله. وده الخبر اللي وصل لميكس واصحابه، وساعتها حسوا بان الراجل اتقتل بسببهم وانهم لازم يوقفوا لعبتهم حالا. لكن للاسف مش هيقدروا ينسحبوا لانهم اتلطوا مع خالد، فيا اما يكملوا اللي بدأوه يا اما مصيرهم هيبقى زي مصير مراد. ومن ساعه اللي حصل فخالد بدأ يحرص على دهبه كويس قوي، وطلب من واحد من رجالته بانه يحرك عربيه رقم 292 كل يوم بدل ما كانت بتتحرك كل 3 ايام، وقال لك تتحرك كل يوم في وقت مختلف وفي مكان مختلف. طيب وحكايه العربيه دي كمان لسه ما نعرفش. اوكي نشوف ميكس. صاحبنا بدأ يلعب لعبه جديده خالص، ومبدئيا كده راحوا ليسرا وجلال ودخلوا لهم من سكه انهم عايزين اي معلومات عن خالد يمسكوها عليه، يعني علشان لو فكر يأذيهم يهددوه بالحاجات دي. وفي المقابل احنا هنقول لكم على مكان الذهب، وخلال 10 ايام بالظبط هنكون وصلنا لمكانه. فيسرا جابت لهم فلاشه فيها بلاوي لخالد توديه ورا الشمس، وميكس عمل بكلامه وقال لك ان خالد مش عبيط للدرجه اللي تخليه يسيب الذهب في مكان ثابت، فخلاه بيتحرك، بمعنى انه حاطط الذهب في عربيه من عربيات نقل الاموال. انهي عربيه بالظبط ده اللي هنعرفه خلال ال10 ايام الجايين. تعالى بقى افهمك ميكس ازاي وصل لكل المعلومات دي. قال لك انا راقبت العربيات الداخله والخارجه من المقر الرئيسي لخالد، ولقيت ان في عربيه واحده بس بتتحرك كل 3 ايام وبترجع للمقر تاني، وساعتها اتاكدت ان العربيه دي هي اللي فيها الذهب. وقال لك اللي هيحصل ان لما هتعطل كاميرات الجراج اللي فيه العربيه، وفي نفس الوقت الالفي هينقل الذهب لعربياتنا. بعدها انا وانت وخالد هنروح نساومه انه يدينا معلومات عن يسرا، وجلال نديله الذهب بتاعه، وبكده تبقى الفقره الاولى خلصت. وده ان دل على شيء فيدل ان ميكس مبيت النيه على لعبه اتقل. طيب وصاحبنا ناوي على ايه؟ شويه وهقول لك. المهم ان خطتهم مشيت زي الحلاوه في الطحينه، بس اللي ما كانوش عاملين حسابه ان خالد يكون سابقهم بخطوه، الا وهي انه قدر يكتشف ان لما هي نفس البنت اللي راحت له الشركه، ومن الاول فهو يعرف جيسي قام خاطفهم هما الاثنين، وبالتالي قرروا يغيروا خطتهم ومشيت كالتالي. خالد يديهم معلومات عن جلال ويسرا ويرجع لهم البنات، وهما في المقابل هيرجعوا له الذهب بتاعه وكمان ذهب جلال، وقد كان والتبادل ما بينهم ماشي لوز اللوز. لكن على مين؟ بمعنى ان ميكس والالفي كانوا عارفين ان خالد هيغدر بيهم وكانوا حاطين بلان بي، وفقرتهم الثانيه بدات. راحوا ليسرا وجلال وقالوا لهم انهم قدروا يوصلوا لرقم العربيه اللي فيها ذهب خالد، وخلاص حددوا اليوم اللي هيخلصوا فيه العمليه. في نفس الوقت راحوا لخالد وقالوا له انهم عرفوا مكان الذهب بتاع جلال، وان الراجل مخبيه في بيته تحت السرير. فميكس كمل وقال لك انهم بلغوا جلال اول ما يوصلوا لمكان الذهب هيبعتوه على بيت شكري اللي هو صاحب جلال ويسرا وخالد، وبالتبعيه شكري هيكلم خالد ويقول له ان الذهب بتاعه موجود في البيت. في نفس اللحظه احنا هنروح بيت خالد وناخد الذهب بتاعه ونبعته لك على بيت شكري، تكون انت وصلت هناك وتعمل لهم مفاجاه. لكن خليني اقول لك ان الفقره الثانيه مش هتمشي كده، وميكس طالع عامل مفاجاه لخالد ويسرا وجلال. المفاجاه ايه بقى يا معلم؟ جيسي هتكلم يسرا وهتقول لها اننا وصلنا لعربيه الذهب بتاعه خالد، وبالتالي فهي هتكلم جلال وهيروحوا بيت شكري. اما الالفي ولما فهيروحوا لبيت جلال وياخدوا الذهب بتاعه. في الوقت ده يكون خالد وصل لبيت شكري ومستني ذهبه وذهب جلال علشان يفاجئهم. وفي المشهد الاخير بعد ما خلصوا خطتهم ميكس والالفي راحوا لبيت شكري، ولا معاهم ذهب جلال ولا ذهب خالد، اصلهم خدوا كل الذهب ليهم هم. وبالنسبه لخالد اللي فاكر ان ذهبه في حضنه، قالوا له انت غلطان لان ذهبك برضه معانا. انا ما قلتلكش مش احنا حاطين جهاز جي بي اس في الذهب لما سلمناه لك وعرفنا المكان اللي انت نقلته فيه؟ وحاليا لما وجيسي بيخلصوا الموضوع، واحنا جينا دلوقتي علشان نقول لكم انكم لو فكرتوا تلعبوا بديلكم فاحنا معانا حاجات توديكم ورا الشمس. اصلنا لما لقيناكم بتلعبوا فقلنا نلعب معاكم. وبكده خالد وجلال ويسرا طلعوا من المولد بالحمص، وميكس والالفي ولما وجيسي اكلوا الحمص كله.